تقول أسطورة قديمة إن إبليس أقام وليمة للشياطين لبحث طريقة لإخفاء أغلى ما يبحث عنه الإنسان. اقترح شيطان من الجالسين فقال: نسرق ثروته. فرد إبليس: بل نزيدها حتى تكسر مشاكله وبالتالي تزيد شقاوته. قال شيطان آخر: نسرق عقله. فرد إبليس: عقله وكيف يحس بتعاسته؟ فقامت شيطانة شمطاء وقالت: يا إبليس يا عدو كل خير، السعادة هي الهدف النهائي لكل إنسان، دعنا نسرق سعادته. وافق إبليس بعد أن تأكد من صحة قولها، وسرقوا سعادة الإنسان وهي فعلا أغلى ما عنده. فظهرت لهم مشكلة أخرى، وهي أين يخبئون السعادة حتى لا يعثر الإنسان عليها. قال شيطان: في أعماق البحار، وقال آخر: في أقصى الأرض. فرد عليهما إبليس: كلها بدا مئات من السنين حتى يخترع الطائرة والغواصة عابرة القارات. هنا قامت نفس الشيطانة وقالت: يا إبليس يا صاحب كل شر، حتى لا يعثر الإنسان المنقود على سعادته، خبئها في مكان لا يخطر على باله، خبئها في أعماق قلبه. سيبحث عنها في الثروة ولن يجدها، وفي الشهرة ولن يجدها، ومع الجنس الآخر ولن يجدها، لأن السعادة في داخله وليست خارجه. انحنى إبليس لهذه الشيطانة وألبسها جمرا من النار مكافأة لها. ومنذ ذلك التاريخ والإنسان يبحث عن السعادة في كل مكان إلا في أعماقه ودواخله. العبرة من الكلام ده إنك الشخص الوحيد الذي تصنع سعادتك. السعادة لا تمنح إنما تصنع. الرضا سعادة، الحب سعادة، العطاء سعادة، الصداقة سعادة، الصحة سعادة، الضحكة من القلب سعادة، الخلاصة السعادة قرار. تحياتي.